السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم خاوتي وتحياتي لكم خواتاتي. جوارنا لي هوك باغيين يطردقوا، جوارنا لي هوك راهي الغيرة دايرة فيهم حالهم. عليها قلت لكم ما يحبوناش، ما يبغوناش، ما يبغوناش الخير. بعد زيادة أسعار الغاز لحقت لهم اللعنة، شعلوا بنار الحقد والغضب على الجزائر. علاش؟ لمجرد أنه أسعار الغاز ارتفعت مؤخرا. واش ولاو يقولوا؟ بيان سور بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب مضيق هرمز اللي راه مغلوق بسبب الغاز القطري اللي توقف. أسعار الغاز ارتفعت ارتفاع جنوني. هذه غير في البداية. جوارينا لي هوك ما خلوا علينا خبر إنشاء براميل وخزانات باش يخزنوا فيها غاز العالم من دول الخليج. ما خلوا علينا خبر انه الغاز الجزائري ماشي مليح، راح نتبعو. وهاد الامور كامل لانه الغاز الجزائري اللي كان هو المحرك تاع الصناعة الفرنسية في المروك توقف عليهم، وزيد انه السعر تضاعف في السوق العالمية، وراح يتضاعف اكثر على هاد الدول اللي كيما المروك تستورد الغاز المسال، لأنه كون كانت مربوطة بعقود طويلة الآجال والغاز كان غاز في الفئة كما كان تستورد من عند الجزائر ولا تستورد من عند بلد منتج للغاز، كان راح يكون أقل في السعر. لكن شاءت الأقدار أنه ربي فرجنا فيهم. خوتي راح تشوفوا بزاف فيديوهات، خلونا لايك وبارطاجوا على وسع نطاق وتبعوا معايا على بركة الله. شوفوا هاد الفيديو. الاقتصاد الجزائري اللي تيقول لاسبانيا عندك وتصيفطوا للمغرب الغاز ديالنا، لان اليوم 28 افريل 2022 راه بدا المغرب في استيراد الغاز من مصادر مختلفة حول العالم اللي شراه بطريقة عكسية، استعمالا هذاك الانبوب اللي سداتو علينا الجزائر مغرب غاز. سمعوا اشنو قال الحسن الثاني في الجوار. الجزائر التي تتبجح بالغاز انبوب الغاز الجزائري. الجزائر التي تتبجح بالغاز وتتبجح بأنها قوة ضاربة، قوة محورية، تتبجح بأنها ستهزم المغرب، أو إن لم يصح أن نقول أنها قد هزمته. طبعا الأنبوب ديال الغاز كنا هضرنا عليه مرارا وتكرارا، نتحدث عن الأنبوب الغاز نيجيريا الجزائر. نوضح توضيح بسيط جدا بالنسبة للإخوان اللي عندهم بلوز في الموضوع. عندما نتحدث عن أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر وأنبوب الغاز الجزائري، الجزائر دول خليجية كتستعجل المغرب باش يسرع من المشاريع ضخمة لتخزين النفط والغاز على الأراضي ديالها، في خطوة من أجل تأمين احتياطاتها وكذلك ضمان استمرارية إمدادات الأسواق العالمية بعيدا عن مناطق الصراع، خصوصا منطقة الشرق. الجزائر عندهم الغاز، الجزائر عندهم الغاز كيهضروا دابا بوغادون شاكي يخاطب سميتو كيطلب في ميريكان المعادن كيقول لك المعادن النادرة عندهم، ويجي لك بأنه ترامب ممكن يستغل هذه المعادن كلها. الجزائر مفتوحة كما قلنا، راه ريكلام. الجواب ديال الولايات المتحدة الأمريكية ما هو؟ لهاد الدول اللي قريبة لأوروبا واللي كتعطي الغاز لأوروبا، ما هو الجواب؟ الجواب هو أن ترامب فرض على الاتحاد الأوروبي باش أنهم ياخذوا الغاز
الامريكي باش ياخذوا الغاز الامريكي. وثيقه صادره من شركه إينا غاز المسؤوله عن اداره وتسيير الشبكه الداخليه ديال الغاز في اسبانيا ودول اخرى. هذه الوثيقه صدرات فين؟ صدرات في 10 مارس الجاري هذا اللي كاين، كتقول لك بان الامدادات ديال الجزائر التصدير ديالها الغاز تراجع بواحد الشكل كبير مقابل الصعود ديال الغاز الامريكي. بمعنى امريكا كتكتسح اوروبا بالغاز ديالها، والجزائر كانت كتصيفط لاسبانيا فرنسا كذا كتراجع، وايطاليا كتراجع. الخبراء هنا ديال الطاقه شنو قالوا؟ قال لك ودي الجزائر كاين مشكل اولا ديال الجوده ديال الغاز رديء سيء عندهم. شوف هاد المسخط باش نخلط الغاز شي حاجه ما مقاده، بحال داكشي اللي وقع مع لبنان، عطاوهم شي حاجه صيفطوا ليهم شي حاجه مغشوشه، وراه النزاع كاين. راه لبنان بمعنى لبنان راه خبرات الجزائر بان يمكن ترفع دعوه، بالمناسبه ماشي مساعدات، باعوا لهم بغشوش. شوف الكبرانات. زيدوا قضيه اخرى، قال لك هنا قضيه الجوده، قضيه الصيانه. معنى كاين بعض المرات كيوقف داكشي، كيوقف التدفق ديال الغاز. كلشي منشآت قديمه جدا. القذافي بالرغم من الانتقادات اللي كتوجه ليه، الخبراء لقاو بان القطاع اللي كان منظم وصحيح وفيه منشآت واستثمر فيه هو القطاع ديال النفط. بمعنى الامور الانابيب ديال النفط داكشي كله كان مقاد. هذا المسخط حتى حاجه ما مقاده. الغاز نشوف مخلط مع الرمل ولا الملاش وكاين وكيتقطع وغيره. زيد واحد مساله اخرى، انه الانبوب اللي كان كيمشي نحو اسبانيا ومر عبر الاراضي المغربيه مشكل، هو اللي دار لي مشكل. دار لي مشكل لان ما كانش الانبوب الاخر اللي كيهضروا عليه ما كانش مقاد والمسافه ديالو بعيده. اذا هنا هذه 4 ديال الاسباب هذه خلات، بالاضافه للقضيه ديال ترامب فرض على اوروبا قال لك كيتراجع، بمعنى المداخل ديالهم من الغاز غتراجع. وهما مسخطين داروا صفقه 15 مليار مرة. احيانا نحتاج الى بعض الحقائق مرة. خلينا نوقف عند هذه القضيه ديال غلاء الاسعار، والحكومه كيفاش براتوا اليوم عن طريق الناطق الرسمي باسمها علاش المعيشه غلات على المغاربه مساكن. احنا مع كامل الاسف قلتها في اكثر من مناسبه، احنا في البلاد الوحيده اللي الصحفي فيها خصو يدير خدمته وخصو يبرر علاش كيدير خدمته. الا شرا غير موطور خصو يبرر منين شراه. اي حاجه، حنا كنعيشوا تحت واحد الضغط، ما عندناش الوضوح، ما عندناش مساحه ديال الاشتغال يعني بحريه، ما كنحترموش المهن، ما كنحترموش المؤسسات. عندنا الامور متداخله، كلشي كيطاول كيهضر في مجال ماشي ديالو. فاحنا مع كامل الاسف كنشتغلوا في واحد الوضع صعيب وصعيب جدا، وفي مواجهه العديد من الجهات، لانه منذ شهور وانا كنكتم واحد وجهه نظر، ما كنقولش حقيقه ولكن ضراني في قلبي. اليوم بغيتكم المغاربه نشاركها معكم. وجهه نظر يوم بعد يوم كتزاد الفرضيه ديال الصحه ديالها، لقاش كاينه بعض المعطيات في المغرب اليوم ما كنلقى لهاش تفسير. جوج الحوايج ما لقيتش تفسير لهذا الغلاء المتوحش ديال الاسعار، ما لقيتلوش تفسير. والحكومه كتقدم تبرير بانه الامر كيرتبط بغلاء المواد الاساسيه والمواد الاوليه، وبان الغلاء راه عالمي. ولكن ما قنعنيش هاد الهضره. علاش؟ لان الناس بصح زادت، ولكن حتى واحد ما زاد بحال المغرب في العالم.
الا زادوا الناس 4 ديال نتوما زدتوا درهم. غلاء بزاف فوق القياس. اذا هما استغلوا واحد موجه الغلاء عالميه ولا واحد وضع كورونا، ولكن الغلاء كان بزاف في المغرب فايت القياس، يعني اهلك القدره الشرائيه ديال الناس. اذا هذا الامر الاول. ثانيا اللغز الاخر هو ان جميع الدول العالم نكبت على مواجهه كورونا واتخذت اجراءات، لكن لا احد في العالم اتخذ الاجراءات بالشكل اللي اتخذها المغرب. دخل في مواجهه مع مكونات الشعب المغربي، غامر بثقته وغامروا بالاستقرار وبالنظام العام بواحد الشكل غريب جدا. اليوم الى جانب النقاش ديال الاجباري ديال التلقيح، طفى الى السطح نقاش خطير وخطير جدا، هو الغلاء ديال الاسعار. الناس اكتووا بالغلاء ديال الاسعار، واظهرت دعوات الاحتجاج. ربما نهار الحد على ما سمعنا شي دعوه احدى النقابات دعت الاحتجاج على غلاء الاسعار. الحكومه المغربيه كما قلنا بررت هذا الشيء بانه مرتبط بغلاء المواد الاساسيه. ووجهه نظرنا المتواضعه ان الامر لا يرتبط فقط بغلاء ديال المواد الاساسيه. الحكومه المغربيه نعتقد بانها تخفي شيء ما على الشعب المغربي. وباش نكون معكم واضح المغاربه، غادي نخوض في واحد النقاش حساس، واحد النقاش غيقلق البعض، لان البعض اللي كيكون كيدبر شي ملف ولا كيدبر شي قضيه مسؤول ما يبغيكش تبين عيوبه، خصو يبان ديما واعر باش يستمر، لان السلطه تغري، الكرسي يغري. اذا الا قلقتيه كصحفي راه غيتحرك لك، غيغضب عليك، غيجي يشلك، غيدير لك اللي بغى باش يبينك كتخربق، ما يبغيش الحقيقه. مزيان. اذا حتى المسؤول كيغلط، واخا يكون سيدي مغربي اكثر منا ووطني اكثر منا، ولكن يقدر ياخذ واحد القرار يقدر يدور البلاد. من حقنا نناقش. اليوم حنناقشوا واحد القرار حكومي وجهه نظرنا وغنساولوا الناس في اطار الحب وفي اطار الود. هل كنا موفقين في ذاك التصريح الحكومي ديال القبائل بخصوص الجزائر؟ هل كنا موفقين في ذاك التصريح الحكومي ديال القبائل بخصوص الجزائر؟ واش كنا موفقين؟ واش الا قلنا ما كناش موفقين واش معناه غنضعفوا الدوله وغنعطيو فرصه للخصوم؟ داك النقاش اللي كيدير اللي اصله شنو هو؟ كيحجب الحقائق، كالخوف. حيت ملي كتزرع الخوف ما كتبقاش تناقش، وملي ما كتبقاش تناقش كيولي راي واحد، ملي كيولي راي واحد يقدر يوقع الكارثه. شو كيدفع الضريبه في الاخر؟ كندفعها انا اللي قوالتك. منين كنجيب انا شرعيه القول؟ حيت انا ملي غنمشي نشري غازوال غالي ب 13 درهم غنسائلك الا كنتي درتي شي تصريح ما حسبتيش واثر عليا. الا لقيت بطاطا غاليه، الا لقيت علاش؟ اليوم حنا عندنا واحد وجهه نظر كنعتبروا بان غلاء ديال الاسعار ليس مرتبط فقط بغلاء المواد الاساسيه، كاين حتى مشكل ديال الغاز. انطلاقا من هذه العمليه كنسائلوا يمكن نكونوا غالطين. هنا كنناقشوا عاوتاني التواصل، نريد توضيحات، نريد طمأنتنا بخصوص وضعنا الطاقي، بخصوص وضع الغاز ديالنا، كيف داير وضعنا. لان كنقراو مقالات في اسبانيا، قرينا مقالات في عدد من المواقع. من حقنا كنخافوا، بغينا نفهموا سر هذا الغلاء، لان الدول كاين اللي غلات الاسعار ولكن حتى واحد ما غلا بطريقه المغرب. وكذلك كنقولوا كيف سنجيب احتياجاتنا الطاقيه. حنا كنا كناخذوا من عند الجزائر 97% من احتياجاتنا مثلا ديال الغاز، وكنا كناخذوا على الاقل 1 مليار ديال المتر مكعب يعني سنويا، والنص ديالو كناخذوه بثمن تفضيلي باطل. وكناخذوا واحد 50 مليون دولار كما قال واحد الخبير. دونك كان عندنا واحد الوضع تفضيلي بزاف. حنا كنا كناخذوا من عند الجزائر 97% من احتياجاتنا مثلا ديال الغاز، وكنا كناخذوا على الاقل 1 مليار ديال المتر مكعب يعني سنويا، والنص ديالو كناخذوه بثمن تفضيلي باطل. وكناخذوا واحد 50 مليون دولار كما قال واحد الخبير. دونك كان عندنا واحد الوضع تفضيلي بزاف. اليوم الجزائر استت علينا الغاز. وقبل ما نكمل هذه النقطه، حيت المغردين دائما نحن كنا نقولها ولا زلنا، الجزائر النظام الجزائري وليس الشعب الجزائري ظالمنا في ملف الصحراء، ويحتضن جماعه مسلحه كبدتنا الغالي والنفيس وضرتنا اقتصادنا واولادنا وكرفصتنا. نحن كنا نقولها ولا زلنا، الجزائر النظام الجزائري وليس الشعب الجزائري ظالمنا في ملف الصحراء، ويحتضن جماعه مسلحه
كبدتنا الغالي والنفيس وضرتنا اقتصادنا وولادنا وكرفصتنا. الغلاء الاسعار منين جاي؟ هذه وجهه نظر. يمكن لك انت تبغي المغرب السي عمر هلال ودير تصريح، ولكن شنو هي الكلفه ديالو على الاقتصاد وعلى البلاد وعلى الواحد في اخر المطاف؟ انا غندفع الغاز وانا غنشري الخبزه غاليه والسكر والزيت. يمكن لك انت تبغي المغرب السي عمر هلال ودير تصريح، ولكن شنو هي الكلفه ديالو على الاقتصاد وعلى البلاد وعلى الواحد في اخر المطاف؟ انا غندفع الغاز وانا غنشري الخبزه غاليه والسكر والزيت. غنقول لك راك ضريتيني، دير السياسه، دير التصريحات، دير ما بغيتي، ولكن وياك نتاثر. الا تاثر جيبي وضريتيني راه غنولي نسالك على كل خطوه درتيها وقرار. اذا هذاك التصريح اللي دار ديال القبائل ماشي معناه ان النظام الجزائري يستحقوا من واحد الجانب الطريقه اللي كيكرفصونا بها، ولكن خصنا نكونوا داك التصريح موجدين له وخدامين عليه وضربين له حسابه وقارين تكلفته وابعاده، لان حنا كنتصارعوا مع واحد الجماعه حاكمه في الجزائر خطيره بكل المقاييس، لا تعير لروابط العروبه والاسلام والاخوه اي شيء، يقدروا يقمروا معك باي حاجه وصعاب. وعاد هما شافوا ما وقع في ليبيا من بعد الاحداث ديال الربيع العربي والامازيغي، فخافوا، شافوا ليبيا كتشتت، قالوا ربما شي قوى غربيه عاوتاني تجي تشتتنا. هنا دخلوا عاوتاني مع روسيا، قمروا معاها بكل شيء، 13 14 هو السلاح اللي خداو، وجدوا راسهم مزيان. اذا حنا خصنا نكونوا موجدين كمسؤولين. اذا نتوما كمسؤولين اللي كتحكموا المغرب، ملي كتحاكمونا على الو ولا دبابه ولا كذا كتقول لي كتحاكمني، حتى حنا كمغاربه يمكن نعطيوكم دبروا الشأن العام السي هلال ولا السي بوريطه ولا السي اخنوش ولا السي بنكير، ما كيهمش. اذا حتى حنا غنسالوكم في اطار الحب، ماشي نسكتوا، لا نناقشوا. غنقولوا مثلا داك التصريح ديال القبائل هل كان تصريحا مسؤولا؟ واش لقينا تداعياته؟ الجزائر مكرفصانه صحيح وتستحق اكثر من هذا الشيء. انا كنحاسبكم في حاجه وحده، تكون ضارب الحساب، ماشي دير تصريح وترجع اللور وتخلينا حنا نخلصوا الفاتوره. حنا كنا مستافدين من الغاز ديال الجزائر، حنا كنا مستافدين مليار متر مكعب، ولكن ملي غنديروا هذا التصريح هذا خصنا نكونوا موجدين. حنا كنا مستافدين من الغاز ديال الجزائر، حنا كنا مستافدين مليار متر مكعب، ولكن ملي غنديروا هذا التصريح هذا خصنا نكونوا موجدين. عندنا ميناء ديالنا اللي كيحول لنا الغاز من الليكيد للبخار من السائل، لان البترول كان كيدوز عن طريق الانبوب كيمشي لهولندا لاسبانيا والبرتغال، والمغرب كيستافد. المغرب كان ضاغط، الجزائر لقاتو منين دوزو من كونترول عن طريق البحر الابيض المتوسط وطريقه اخرى، ولا يدوزوه بالليكيد في الباخرات. اذا وقع لنا مشكل في الغاز، وهما كانوا كيجاوبوا لنا على واحد 10% من الكهرباء ديالنا وعدد من الحوايج. اذا اليوم حنا غنجيبوا الغاز من بلاصه اخرى، الا جبناه من بلاصه اخرى فين غنحطوه؟ نديوه لاسبانيا. الا اسبانيا بغات دوزونا بطريقه معكوسه غيكلفنا ماليا غاليا، ماشي بالطريقه اللي كنا كناخذوا من الجزائر عاد زاد الثمن ديالو. بحال كنا كناخذوا مثلا بدرهم غنوليو ناخذوا ب6 دراهم، غير مثال. الا جبناه لهنا ليكيد ما عندناش المحطات فين كنحولوه من سائل من ليكيد البخار. اما الا بغيتي مثلا تجيب بالبخار راه خصك السفن ديال مصيبه كحله، لان ملي كتجيب الليكيد كينقص عليك. ولكن ها انت جبتي الليكيد فين هي المحطه؟ حنا عندنا ميناء ديال المتوسط في الدار، عندنا الميناء الدار البيضاء او الميناء ديالنا، فين هي محطه اللي نولدوا فيها هذا الشيء؟ اذا الغاز دابا غيغلى واليوم كاين تهافت كبير على الغاز. واخا سمعنا اخبار مثلا اسبانيا غتكلف، وفين هو الصراع مع اسبانيا؟ ولا ما تكلفتش اسبانيا وداروا لنا الوسط، كيفاش غنجاوبوا على احتياجاتنا الطاقيه؟ اذا الغاز الا غلا بزاف خصو الفلوس باش نشريوه. منين غنجيبوا الفلوس؟ اليوم حنا كنفتحوا هذا النقاش ارتباطا بغلاء الاسعار، لان هذا المبرر اللي كيعطينا الحكومه كنعتبروها غير مقنعه. اولا الاسعار غلات اكثر من دول العالم بزاف فوق القياس. ثانيا حنا هنا بغينا نفهموا هذا السر ديال هذا التصعيد تجاه التلقيح كانه راه كاينه اهميه بزاف. وبارتباطا بهذه الفكره نسالوا الحكومه المغربيه اذا كان هذا الحرص على صحه المغاربه، علاش ما كانش الحرص على بناء محطه لهذا التحويل ديال الغاز؟ نسالكم. يعني هنا اليوم حنا خصنا نناقشوا بشكل مسؤول. حنا كنتصارعوا مع واحد العدو، سميوه عدو، وخصك تضرب حسابك في الحرب. كتوجد
جميع الاحتمالات. حنا كنتصارعوا مع واحد العدو، سميوه عدو، وخصك تضرب حسابك في الحرب، كتوجد جميع الاحتمالات. تصارعنا مع اسبانيا وتصارعنا مع الجزائر بجوجهم، وحنا كان عندنا واحد الانبوب يعني كيدوز اسبانيا والبرتغال. حبس هذا الانبوب، الجزائر خدات ما قرار انتحاري مره كاع سالات. كيفاش غنديروا؟ وعندنا مشكل مع اسبانيا، كنا نقولوا حتى انت الزعيم كذا وصارعنا معاه وقطعنا وكيف، ولكن في الاخر عاودنا نشوفوا اسبانيا هي اللي غتكلف تلعب لنا دور الوساطه. واش ما كاينش سوء تسيير ولا سوء تدبير؟ حتى حنا كنا كناخذوا واحد الغاز ب 4 درهم مع الجزائر، وهذا الشيء كان كيوفر واحد، ما كتحتاجش الخزينه العامه اليوم تشري داك المصيبه ديال الغاز بهذه الاثمنه اللي غتولي دابا. اذا شكون اللي غيأدي الفاتوره ديال هذا القرار ولا هذا التصريح؟ غنأديوها حنا كمغاربه مجتمعين